السلام عليكم. هزيمة الزمالك من مصر 2-1 في الدوري العام. وخسارة 3 نقاط كانوا يرفعوا مع نادي الزمالك لمكانة أفضل وأحسن. عموما يعني نادي الزمالك أصلا ملهوش أمل في الدوري من مباراة سموحة، يعني بعد ماتش الأهلي وسقوطه أمام سموحة بالهزيمة. فبقى موضوع الدوري بقى صعب. الدوري بيراميدز أهلي فقط لا غير، ونادي الزمالك كده كده هيلعب في الكونفدرالية، لكن المركز الثالث يعني وعلى ضمانة القناة الشخصية ان هو محسوم لنادي الزمالك. الفرق بتتساقط لوحدها. انت بتتكلم عن فريق الزمالك بيأمل في الكاس، بيأمل في البطولات العام القادم. المشكلة الكبيرة ان ادارة نادي الزمالك حقيقة يعني بالنسبة لكرة القدم يعني الخبرة قليلة جدا عندهم. مع استخدامهم لجوميز وتركهم لمعتمد جمال. على فكرة معتمد جمال امبارح عامل ماتش عالمي مع فريق الجيش القوي وفاز عليه 3-1، كان فاز 3-0. ونحن قلنا هنا ان من الافضل ان كان معتمد جمال يكمل، كان عامل اداء افضل. تخيل بقى لو عنده اللعيبه دي او الاربع خمس لعيبه الجداد المميزين، لا كان شكل الزمالك اختلف وكان بقى فريق مرعب. لكن جوميز عنده مشاكل. اتكلمت قلت جوميز فاشل، وانا بهاجم جوميز وبهاجم حسام حسن. الحمد لله كل اللي براهن عليه يعني الحمد لله بننجح فيه. اتكلمنا عن موضوع محمود كهربا ودفع الغرامة، انه متفق السنة الجاية مع نادي اخر، واللي دفع الغرامة تركي آل الشيخ. كل اللي بنقوله وبنتنبأ بيه بعد فترة بتظهر حقيقته. اتكلم عن جوميز. اول حاجة بالنسبة لتبديل الحراس، ما ينفعش الحراس يتبدلوا ماتش وماتش، ده بيشتت ذهن الحراس. يعني محمد صبحي بصراحة عمل ماتش كويس جدا ورائع ومستقبل صغير. محمد عواد بدأ يعني يتوتر هذه الفترة، وشفنا يعني الهدفين مشارك فيهم هو غير العصبية اللي شفناها مع حسام عبد المجيد، وده شيء غير مقبول. حسام عبد المجيد مدافع سيء بصراحة، بطيء وبيرتكب أخطاء وما عندوش حماس. لكن مع الزمالك ما معوش غيره، هو الزمالك ما فيش مدافع آخر. اتكلم برضو عن عصبية عبد الله السعيد في التغيير. خلي بالك من مشاكل جوميز ان هو معاه مدرب مساعد بيشاركه في كل حاجة حتى في التغييرات، وده بيدل على ضعف شخصيته او عدم قدرته على التصرف اثناء المباراة. ربما يكون جوميز المساعد بتاعه مميزين في النواحي البدنية والتدريبات و النواحي يعني التدريبية، لكن في النواحي الفنية والتكتيكية العالية وفهم القدرات اللعيبة ده بصراحة سيء جدا. بيرتكب كمان يعني غبي جدا. يعني انت لعبت كل ما تلعب نضاي في الناحية الشمال، يا عم ده انت لو لعبت ناشئ افضل شفت الخطأ. يعني خسارتك المباراة كانت بسبب نضاي. بيلعب كرة غريبة جدا لحسام عبد المجيد، طبعا يعني ملوش ذنب. وبتتخطف وبتدخل هدف لعواد المتقدم. انت شايف اللاعب جاي المفروض ترجع على خط المرمى. بتتكلم عن نادي الزمالك عنده لعيبه المفروض اعاره ولعيبه بيع. يعني انت بتتكلم عن 6 7 لعيبه بس. بتكلم عن زيزو، لان زيزو بصراحه بيعمل اداء في منتهى السوء. اول حاجه عصبي جدا مع الحكام، تاني حاجه يعني بيدعي الاصابه كتير بشكل غريب، ومريبو خد انذار بسببه. تالت حاجه ضربه الجزاء والطريق، لو لعبها 1000 مرة زيزو تخاف وهو بيلعب. لكن انت عندك لاعب زي عبد الله السعيد المفروض يعني احمد نجدة او اي حد مساعد مصري عارف عبد الله السعيد بيجيبها بنسبة 99%. يعني هو بيلعبها مضمونة، بيخلي الحارس يترمي وبعد كده يلعبها بهدوء. مش محتاجة القوة الرهيبة دي تخبط في العارضة وتبتدي بقى دخلت ما دخلت. عموما الكرة لو جزء من المليون على الخط لا تحسب، فأنا أعتقد في جزء يعني. لذلك الهدف مش صحيح، ولكن هي ممكن تتعاد. اللاعب اللي يعني دخل بهده على الكرة كان جوه ال 18 قبل لعب الكرة. دي الحالة الوحيدة، غير كده مفيش. الانذارات والاحتجاج بالتحكيم ده تبرير الفشل. جوميز يعني بصراحة حتى الماتش اللي فات كان في أخطاء كبيرة جدا. تكلم عن التشكيل عادي. عفوا. شلبي
يعني هو بص، شلبي ده ليه مميزات وليه عيوب بصراحة كبيرة يعني. اتكلم عن مميزاته انه فردي متميز جدا، برجل واسع، تسديداته قوية، لكن بيتأخر في الكورة وأناني ومش يعني مش بيلعب إيجابي ومش بيربط مع المدافع أو اللعيبة اللي في النص. دي مشاكل كبيرة جدا عند شلبي. اتكلم عن زيزو، تخيل لما الضغط الثلاثة، يعني نصر منسي في منتهى السوء بصراحة، خد فرصته وخلاص مع نادي الزمالك. تخيل الثلاثي لما بيبقى بالشكل ده، لازم يبقى انت بتتكلم عن خسارة. لازم تتكلم عن خسارة لما شلبي وزيزو وناصر منسي يبقوا بهذا السوء، يبقوا تتكلم عن خسارة. زياد كمان لعب ماتش كويس، دونجا، عبد الله السعيد، شحاتة، ربما المسلوسي برضو مشارك في الهدف اللي دخل، لكن أسامة عبد المجيد في منتهى السوء، من مباراة سيئة إلى أسوأ. نضاي كذلك، وتسبب في الهدف، وتسبب ده هو سبب الهدف الأول. شلبي في منتهى برضو السوء، وناصر منسي وزيزو. اللعيبة اللي لعبت يعني أوباما، يعني لعبة سهلة اللي دخل هدف. نيمار على فكرة تسبب في الهدف الثاني للنادي المصري، لكن كان في اسيست الموتيابا اللي لعب الكرة في أغرب الكرات، و الكرة الثانية اللي صنعها، يعني صنع كورتين وتسبب في هدف. لاعب محتاج خبرة، لاعب زي كده محتاج. اللعيبة الصغيرة دي ممكن انت تعيرها، اللعيبة الكبيرة اللي هي يعني عدد كبير في نادي الزمالك، وخصوصا في الصفقات الجديدة ما تطلعش غير 3 لعيبة فقط، والباقي كله صفقات فاشلة للأسف الشديد. نادي الزمالك أولا لازم يغير مدير فني، ثانيا لازم يغير مجموعة من اللاعبين اللي هم لا يصلحوا لنادي الزمالك. الخسارة في الدوري، نادي الزمالك زي ما قلت لكم إنه هو يعني مع مباراة مهمة مع نادي الأهلي، لأن دي بطولة لوحدها، لكن يعني من السنة الجاية لازم يبقى فيه فريق قوي ينافس على كل البطولات. نتمنى التوفيق للجميع.